السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أمال شانيل. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم بلاطو مشكل من لافينوازغي بطريقة سهلة وبسيطة، غير 125 غرام ديال الزبدة غادي نحصلوا على هذه الكمية تبارك الله اللي غادي تنال الاعجاب ديالكم. معمرتهم بلا كريم باتيسير والفواكه الموسمية. كنتمنى فعلا انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها بطبيعة الحال. بلا ما نطول عليكم غادي ندوزو مباشرة باش نتعرفوا على المكونات وطريقة التحضير. غادي نحتاجو في المكونات لهذا العجين واحد 500 غرام ديال الدقيق الابيض اللي هو الفورص، بطبيعة الحال تكون نوعية جيدة يعني خاصة بالحلويات. عندي هنايا 50 غرام ديال السنيدة ما يعادل واحد 3 معالق كبار عامرين، ساشي ديال الفاني من فئة 7 غرام، معلقة كبيرة ونص ديال الخميرة معجونة ما يعادل تقريبا واحد 15 غرام ديال الخميرة. عندي واحد 50 غرام ديال الزيت او الزبدة نباتية، يمكن لكم تعوضوها، ما يعادل واحد 8 معالق كبار ديال الزيت. القياس ديال المعلقة هو هذا اللي استعملت، وواحد الملح تقريبا نصف معلقة صغيرة على حسب الذوق، والمدافي باش غادي نعجنوا هذا العجين. غادي ندوزو دابا مباشرة للطريقة ديال التحضير. اول حاجه غادي نديرو غادي ناخذ الزيت نضيفو الدقيق، ساشي ديال الفاني، سكر سنيده والخميره المعجونه. من الافضل انا كنفضل الخميره معجونه على الخميره حبيبات. غادي نضيفو الملح هكا على جنب، نبداو نجمعو هكا في المكونات. غادي ندلكو العجينه شويه هكا، ما نحاولوش ندلكوها بزاف حتى ينسجموا المكونات. كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام ديالها، ما كتكونش لصق في اليد وفي نفس الوقت هي طريه ورطبه. غادي نديرها في واحد الكيس بلاستيكي نخليها ترتاح مده ديال 10 دقائق. غادي ناخذ هنا واحد زبده مارغرين من فئه 250 غرام، غناخذ النصف ديالها. بطبيعه الحال تكون زبده مارغرين كنأكد عليها. نحاول انني نضربها بهذه الطريقه باش ما تبقاش قاصحه. سرحوها هكا بيديكم اولا بالمدلك اللي بغيتو. نحاول نشكلو على شكل مربع وغادي نخليوها على جنب. رشيت واحد شويه ديال الدقيق فوق سطح العمل عفوا. غادي نسرح هذيك العجين بعد ما ارتاحت 10 ديال الدقائق، غير شويه بهذه الطريقه. غادي نحط الزبده في الوسط، نحاول انني نجمع عليها اطراف العجين بحيث ما غتبقاش تبان لينا الزبده. حاولوا انكم ديروا هذه العمليه مزيان باش ما تخرجش الزبده ملي تكونوا تورقوا العجين. غادي نسدها مزيان، نحيد الفائض ديال الدقيق. غادي ندلك غير بشويه بشويه هكا، نحاول ان نورق بشكل طولي. غادي نطويها بهذه الطريقه، من بعد غادي نرد عليها الجهه الاخرى. نحاول ديما نحيد الفائض ديال العجين، وهاد الجهه اللي كتكون محلوله ندير على هاد الجهه. غادي نحاول نسرحها بنفس الطريقه ديال الاولى، غير بشويه بشويه سرحوها. وغادي نطويها بنفس الطريقه اللي طويت بها المره الاولى. هنا بعد ما كملت الوراق للمره الثانيه غادي ندير فيها هكا علامه وغادي نخليها ترتاح مده ديال 10 دقائق. هنايا بعد ما خليت العجين يرتاح مده ديال 10 دقائق
فخديت واحد نص لتر ديال الحليب درتو يغلى هنايا على البوطه، خديت واحد الكميه قليله منه هنايا درتها في واحد الزلافه، ضفت عليها واحد 3 معالق كبار ديال لاكريم باتيسيري يكونوا عامرين مزيان حتى ل4، 3 المعالق كبار ديال السنيده. غادي نحاول ان نحرك هكا مزيان باش يذوب هذيك السنيده، وغادي نضيف لها هنا كيف ما قلت لكم نصف لتر ديال الحليب اللي سبق ليا وسخنته مزيان حتى قرب يغلى. غادي نرجعو على بوطه حتى يتقال بحال هذا الشكل، وغادي نفرغوه في واحد الزلافه. غادي نغطيها بواحد الكيس بلاستيكي يكون ملامس للوجه ديالها، ونخليها تبرد على جنب باش تبرد مزيان. هنايا بعد ما ارتاحت العجين مده ديال 10 دقائق كيف ما شفتوا فهي طلقات، ما بقاتش هكا شاده في راسها. غادي نسرحها بنفس الطريقه اللي سرحت بها المره الاولى، غادي نسرحها يعني بشكل طولي. من بعد غادي نطويها هكا على الجهه الاولى وعاود نطويها المره الثانيه، وغادي نشوف خليكم مع الصور باش نشرح لكم اكثر الطريقه ديال التوريق. وهنايا بعد ما كملت لها التوريق بهذا الشكل، فانا درت 3 ديال المرات، تقدروا ديروا حتى 4 ديال المرات. غادي نخليها ترتاح واحد 5 دقائق وندوزو باش نشكلوها ان شاء الله. هنايا بعد ما ارتاحت العجين غادي نقسمها هكا من النصف كيف ما شفتوا كيبان لكم التوريق انها مورقه. غادي نوضح لكم اكثر كيف ما شفتوا. غادي نحتفظ بنصف الكميه في واحد الكيس بلاستيكي، والكميه الاولى غادا نسرح فيها. غادي نرش هكا واحد شويه ديال الدقيق فوق سطح العمل، نسرح بالمدلك هكا على شكل مربع. كيكون هذا هو السمك ديالها، ما تكونش غليظه وما تكونش رقيقه بزاف. نحاول ديما نقطع هكا الجوانب باش يبان لي التوريق في المورقات ديالي. بطبيعه الحال هاد الجوانب ما غاديش نرميهم، غادي نوريكم شنو غنديروا بهم. فغادي ناخذ القياس هنا تقريبا عندي هنا واحد 27 ونص، 27 تقريبا حتى 28. غادي ناخذ نصف ديالهم يعني 13 ونص. غادي نقسم هكا على جوج. من بعد غناخذ واحد الشرائط تقريبا واحد 4 سنتيم حتى 5 سنتيم، نقطعو هكا بشكل طولي الكميه كلها اللي عندي. غادي ناخذ القطعه الاولى، نحاول ان نقطع هكا من الوسط بطبيعه الحال بلا ما نوصل للجوانب، يعني فتحه غتكون غير في الوسط هكا على شكل طولي كيف ما شفتوا. غادي نحاول انني ندورها بحال هاد الطريقه كيف ما شفتوا. نحاول اني نخرجها من هاد الجهه، من بعد الجهه الاخرى غنخرجها من الجهه المقابله. ما عرفتش الصراحه كيفاش نشرحها لكم، المهم الفيديو راه غادي يشرحها لكم اكثر، غير تبعوا الطريقه فيه. غادي نستمر بنفس الطريقه تنكمل الكميه كلها اللي عندي، ونتلاقاو باش نشكلوا الشكل الثاني. هنايا بعد ما كملت الكميه الاولى اللي حضرت معكم، فسرحت العجين الثاني ورقته هكا على شكل مستطيل، قطعت ليه الجوانب كيكون هذا هو السمك ديالو. حاولت انني نقطع المربعات تقريبا القياس ديالها 9 سنتيم على 9 ديال السنتيم، وغادي نقطعها بحال هكا على شكل مربعات كيف ما شفتوا. هذا هو القياس ديالها كيف ما قلت لكم 9 سنتيم. غادي نحاول انني نشكل هكا المربع الاول مزيان. غادي نطويه هكا من النصف، تاخذوا واحد الموس تقطعوا بحيث ما غاديش توصلوا هكا الحاشيه، غتخلوا واحد البلاصه هكا مشدوده. غادي ناخذ واحد الزليفه غندير واحد شويه ديال الماء ندهن هكا الجوانب، وغادي نطوي نرد كل جنب على الجنب المعاكس ليه بهذه الطريقه. غادي نخليكم مع الفيديو باش تفهموا اكثر.
وهنايا هذا هو العجين اللي تبقى ليا من الجوانب. شكلته هكا على جوج مستطيلات، درت فيه واحد شويه ديال الشكلاط وغادي نسدهم بهذه الطريقه هذه. نحاولوا اننا نوركوا هكا العجين من الاخر، غادي نضغط عليهم مزيان وغادي نخلي الفطائر ديالي كلها تخمر حتى تخمر مزيان. هنايا بعد ما خمرت وضاعف الحجم ديالها، كيكون هذا هو الشكل كيف ما شفتوا، كيكون ضاعف الحجم ديالها. غادي ندهنها بواحد الصفار ديال البيضه اولا بيضه كامله مع شويه ديال الخل. نحاول اني ندهنها مزيان من جميع الجوانب. وهنايا خديت لا كريم باتيسير، طربتها بالطراب اليدوي، درتها في واحد الكيس بلاستيكي، حليته هكا وغادي نعمر بها هاد الفطائر. نحاول انني نجمعهم هكا باش ما يكونوش محلولين بزاف، وغادي ندخلهم في هاد الوقيته الفران. غادي يكون مسخن مزيان هكا من التحت، بطبيعه الحال تكون على نار متوسطه، ومن الفوق غادي تكون على نار مهيله. غادي نعمرهم كلهم بنفس الطريقه حتى هادو غادي ندير فيهم هكا غير شويه من الداخل. غادي نخليهم كيف ما قلت لكم حتى يتحمروا من التحت، عاد غنشعل عليهم هكا من الفوق. وهذه الكميه اللي كانت عندي متبقيه فانا درت لها نفس الطريقه، دهنتهم تما مزيان. كيكون هذا هو الشكل ديالهم بطبيعه الحال من بعد ما خرجتهم من الفران كيف ما شفتوا مذهبين. غادي ناخذ واحد شويه ديال الناباج، غادي ندهنهم بهم هكا باش يجي اللون ديالهم مذهب هكا كيبري. فخديت شويه ديال لا كريم باتيسير اللي متبقيه ليا من الاول، غادي نزينهم بهذه الطريقه هذه. وغادي ناخذ واحد شويه الفواكه موسميه على حسب اللي متوفر لكم، شويه ديال الكيوي وشويه ديال الفريز وشويه ديال الايجاص. غادي نزين بهذه الطريقه، كل واحد يزين كيف ما كنقول لكم بحسب اللي موجود عنده. وهادو بعد ما كملتهم فضفت لهم واحد النصف حبه ديال اللوز. غادي نزين هادو الثانيين حتى هما بالفواكه. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال البلاطو اللي حضرت معكم اليوم. كيف ما شفتوا كيجيو مورقات اللي زوينين بزاف محمرين واللون ديالهم ذهب كيف ما شفتوا. غادي نوريكم حتى هادو الشكل ديالهم كيجي زوين بزاف، بحال الا شارينهم من المخبزه وبطبيعه الحال وجدناهم في الدار باقل تكلفه. تقدروا تقدموهم هكا للضيوف ديالكم. غادي نحل معكم وحده باش تشوفوا كيفاش جات من الداخل، خفيفه ومورقه، والمذاق ديالها تماما بحال اللي كنشريو من على برا، كتجي بنينه بزاف. غادي نوريكم هاد الفطائر تا هما الاخرين كيفاش جاو. كيف ما شفتوا كيبان لكم التوريق تبارك الله طالعين مزيان منفوخين. حتى الفران كيلعب دور كبير في هاد النجاح ديالهم. بطبيعه الحال كيف ما قلت لكم خصو يكون مسخن مزيان باش ينجحوا معكم ويتورقوا. وهادو العجينه اللي شاطت ليا درتهم هكا على بتي بان على شكل ديال البتي بان، جاو زوينين وخفافين بزاف. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتشجعونا باللايكات ديالكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.